قاعدين تلاحظوا انه في الايامات هذيا في تونس وفي العالم الكل برشا عباد قاعدين يمرضوا ويظهروا عليهم اعراض تشبه للكورونا، كيما خشم يجري، سخانه بين 39 ولا 40، فشله وتعب، وجاي راس، وجاي قراجم، وجاي مفاصل، وساعات حتى جريان جوف وردنا اللطف عليكم. ونوعيه الاعراض وحدتهم تفرق من عبد للعبد. شنو اللي متسبب في العدوى هذه؟ زعما الكورونا رشد والا حاجه اخرى؟ عنا عامين ما عشناش ابيديمين تاع غريب سيزونيير، الانفلونزا الموسميه، واللي كان يعيشها العالم بصفه سنويه. وقبل الكورونا تقريبا ما فماش فينا بشر ما يمرضش بالغريب مريره في العام، وساعات حتى اكثر. كي جات الكورونا ولينا نلبسوا الماسك ونغسلوا يدينا ديما، الغريب اختفت براتيكمون، خاطر الوقايه منها سهله وما تتطلبش اكثر من ماسك وغسلان يدين. وتوا بعد ما فات الكورونا ورجعنا نعيشوا كيما كنا قبل، طبيعي باش يرجع فيروس الغريب يدور ويعاود يتسبب في جائحه عالميه، اون بانديمي، كيما كان مستانس يعمل كل عام. الفيروس اللي لقيناه عند اكثر العباد اللي يظهر عليهم ان سيندروم غريبال، يعني اعراض الانفلونزا، هو الاش ان ان، واحد من الفاميليا نتاع فيروسات الغريب. اما علاش المره هذه الناس الكل حست انه الغريب جاتهم اقوى من العاده؟ خاطر بكل بساطه في العامين الاخرانيين اللي بدنا ما تعرضش فيهم للغريب، المناعه نتاعو بالطبيعه باش تنقص ضدها، خاطر نعرفوا اللي الاجسام المضاده والخلايا نتاع المناعه ينقصوا مع الوقت كان البدن ما يعاودش يتعرض لك الجرثومه. تيقول قيل نستحق نمشي للطبيب كان ظهروا عليا علامات الغريب ولا لا؟ مش كل غريب نستحقوا نمشيو على خاطرها للطبيب ولا الاستعجالي. الحالات اللي تتطلب طبيب وقت اللي عندنا قلق والا صعوبه في التنفس، ولا كان سخانه قعدت معنا اكثر من 3 ايامات. بالنسبه للصغيرات كانوا والديهم يلاحظوا انهم يتنفسوا بسرعه والا بصعوبه، والا التنفس نتاعهم يولي مسموع وفيه تصفير، سخانه تفوت 3 ايامات، ولا يوليوا ما عادش ينجموا ياكلوا، فاشلين بصفه مفرطه، والا لطف عليكم يخدموا، يعني يعملوا دي كريس كونفولسيف. وقتها لازم نجيو بهم الاستعجالي اقرب مستشفى اطفال. فرضا اللطف عليكم مرضنا بالغريب وما نستحقوش نمشيو للطبيب، شنو ما الدويات اللي نجموا ناخذوهم؟ الغريب راهو فيروس، دونك راحه في الدار مده نهايرين ولا 3، نشربوا بزايد ماء، جرام فيتامين سي في الصباح، ودواء عسخانه والوجاع اباز دو باراسيتامول بمعدل جرام 3 مرات في النهار يكفيو. اما يعيشكم الاسبرين لا، وخاصه لي زونتيبيوتيك لا لا لا. الغريب راهي فيروس ولي زونتيبيوتيك ما عندهم عليها حتى فاعليه، بالعكس يزيدوا يقلقونا، خاطر كيما اي دواء اخر عندهم اثار جانبيه، ديزيفي انديزيرابل، دونك باش يزيدوا على ما بينا. الانتيبيوتيك ينجم حتى يحول غريب ما عندها حتى خطر الحاله معقده اكثر وفيها ريسك نتاع موت، كيما لاكوليت بوست انتيبيوتيك، والا الجراثيم اللي في بدنا يستانسوا بالليزونتيبيوتيك، ونهار اللي نمرضوا بكعيبه من الجرثومات باش تكون جرثومه متطوره وريزيستونت للانتيبيوتيك وما عادش عندنا باش نداويها. هذاك علاش كان عندي غريب حتى لو كان تثبت لي في سخانه توصل ل 39 والا ل 40 ما فماش علاش باش ناخذ انتيبيوتيك، خاطر مش باش يعاوني وبالعكس باش يزيد يقلقني. كان عندكم اسئله تنجموا تخليهم تحت الفيديو ونحاول نجاوبكم عليهم انا والطب اللي معايا، وربي يحفظكم الناس الكل.